بيلينجهام مصاب عادي جدا. عندنا ابراهيم دياز اللي اثبت ان هو بديل كبير جدا في ظل غياب بيلينجهام او فينيسيوس او رودريجو، مع تألق لورين الكبير جدا واللي كان ممكن لو ما كانش موجود كان ممكن ريال مدريد يكون خسران اول شوط 2-3. والجبهه اليسرى اللي كان عاملها فينيسيوس برضه بالاشتراك مع ابراهيم دياز. ورغم تقديم لايبزيج لمباراه هجوميه كبيره جدا الا ان ريال مدريد احترم الفريق ولعب على المرتدات وامكانيات لاعيبته، ولان نص فريق ريال مدريد عنده غيابات فاضطر ان هو يلجأ للحلول الفرديه عن طريق فينيسيوس وابراهيم دياز ورودريجو، وده اللي كان فارق بشكل كبير جدا بين لعيبه ريال مدريد ولايبزيج، وهي جوده لعيبه ريال مدريد الفرديه. ولكن رغم كل ده الا ان ابراهيم دياز لسه مازال رغم امكانياته الكبيره جدا مش بنفس مستوى بيلينجهام اللي بيقدم حلول فرديه وجماعيه كمان في ظل وجود تكتلات دفاعيه زي ما كانت موجوده في الالمان. مش بس كده، ده كمان ريال مدريد على قد ما هو صنع فرص 15 فرصه الا انه استغل على المرمى بس 3 فرص، وده عكس ريد بول لايبزيج النهائي اللي كان بيستغل كل الفرص واللي كان فيها خطوره كبيره جدا على مرمى ريال مدريد. توقعاتك للمباراة القادمة بين ريال مدريد ولايبزيج في مباراة العودة بعد فوز ريال مدريد 1-0 بشق الأنفس رغم الغيابات، وبعد ما ريال مدريد وضع قدم واحدة في دور ربع النهائي، مين هو رجل مباراة ريال مدريد ولايبزيج؟